من الاخر فاخر ما شاء الله تبارك الله. ايه رأيكم في الجمال ده؟ مع بعض كده ان شاء الله هنعمله وبإذن الله هيعجبكم ان شاء الله. شايفين قلبه مفتح تبارك الله، اللهم بارك. نسمي مع بعض الله، الخير كله في البسملة. وتعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا شفيعي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي من مصر ومن خارج مصر، بتمنى تكونوا بخير، وبتمنى تكتبوا لي في الكومنتات من أي دولة بتتابعوني، ولايك وشير وتفعيل زر الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله بقدمه وهقدمه بإذن الله. بتمنى دعمكم للقناة. النهاردة بقى يا حبايبي هعمل معاكم العيش الفينو او العيش الطويل، طبعا علشان دخول المدارس دلوقتي لسه اول اسبوع في الدراسة، بمقادير متوفرة في كل البيت، وهعرفك ازاي يبقى ناجح معاكي وهش وطري كمان. دلوقتي يا حبايبي معايا المقادير هنا. ده كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، طبعا بتجيبين اي سوبر ماركت او من عند اي عطار، بس ده طبعا عندي دقيق العلامة الفلاحي، ده الموجود عندي. معايا هنا مقادير الكيلو هقولها لكم، واقول لكم مقادير النص كمان. معايا هنا للكيلو 5 معالق سكر كبار، معلقة صغيرة ملح، معايا هنا معلقتين كبار ممسوحين خميرة، معايا ربع كوباية زيت، معايا معلقة كبيرة خل ابيض، ومعايا هنا كوبايتين مية دافيين طبعا علشان احنا في الشتاء، ولو احتجت مية تاني بكمل على حسب نوع الدقيق ما بياخد معاكي مية. وطبعا لو نص كيلو هيبقى معايا النص كيلو بالمج ده، مج المية ده النص كيلو 4 كوبايات دقيق، والكيلو 8 كوبايات دقيق، وهيبقى معلقتين ونص سكر، نص معلقة ملح، معلقة واحدة ممسوحة خميرة، 6 معالق زيت، معلقة صغيرة خل، كوباية ونص مية ناقصة معلقتين. وطبعا على حسب الدقيق تاني بقول، لو احتجت منك مية بتحطيله. تمام. اول حاجة هعملها معاكم هنسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نعمل اختبار الخميرة. طبعا انا واثقة من الخميرة بتاعتي لان جاية جديدة لسه، صلاحيتها لسه جديدة مش منتهية. برضو نعمل الاختبار ده عشان تبقى متأكدة من الخميرة بتاعتك. اول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم، نفضي هنا كوبايتين المية، بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين. وبعدين هنزل بالخميرة بسم الله. بعد ما نزلت بالخميرة هنزل بالسكر، وبعدين الملح. هبدأ بقى يا حبايبي ادوب، بسم الله الرحمن الرحيم كده زي ما انتم شايفين. ادوب كل المكونات بتاعتي لحد ما تعمل فقاعات كده، اعرف ان الخميرة بتاعتي نشطة. طبعا السكر بيتفاعل مع الخميرة بيخلي الحاجة تخمر معاكي بسرعة، بينشط الخميرة. كده يا حبايبي شايفين عملت معايا فقاعات اهي، كده بعرف ان الخميرة بتاعتي طعمها تمام مظبوطة. هبدأ انزل بالزيت بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مش كله، هسيب دي معايا عشان هحتاجها، يعني معدل معلقة كده بس بقى عشان هحتاجها. بنزل بمعلقة الخل، ارجع تاني امزج المكونات مع بعضها. الخل طبعا انتوا عارفين لما بيتحط في اي معجنات بيخليها هشة معايا وطرية كمان، بيديلها طراوة. كده بالظبط المكونات بتاعتي بقت جاهزة. هبدأ انزل بالدقيق بسم الله الرحمن الرحيم.
كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين. هنزل بالدقيق بتاعي مرة واحدة واعجن، وبعد كده هشوف هحتاج مية تاني ولا لا. اقلب بس معايا هنا بالمعلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ ألف العجينة كلها لحد ما أشربها المية. هنا يا حبايبي بقى بعد ما لميته بالسباتولا بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، هبدأ بقى ان انا هبدأ بقى هنا احط مية بالتدريج. بسم الله الرحمن الرحيم. واعجن بايدي بقى علشان اوصل للقوام اللي انا عايزاه في العجينة. ننزل بالمية تدريجيا. طبعا يا حبايبي العجينة خدت معايا اهي لمت خالص ان شاء الله. طبعا لسه برضو محتاجة مية. هحط هنا كمان حبة، معلقة بمعلقة كده كده يا حبايبي. ما شاء الله انا عندي الدقيق فيه عرق كده زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى اخدها كده من هنا بعد ما اشربها حبة الماء اللي انا حطيتهم دول. كده زي ما انتم شايفين. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. ان شاء الله هتجربيه وهيعجبك، وهستنى رأيكم في الكومنتات. مقادير بسيطة ومتوفرة في كل بيت وهتعمليه بكل سهولة. وما شاء الله كيلو الدقيق هيعمل معاكي كمية كبيرة. ولو انت افراد الاسرة بتاعتك قليلة ممكن تعملي نص كيلو. كده يا حبايبي العجينة لحد دلوقتي واخدة معايا 3 كوبايات مية، وما شاء الله شايفين فيها عرق لسه. طبعا هشيلها معايا بقى عشان تبقى اسهل. هنا على الرخامة زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى فيها كده بسم الله. طبعا انتوا عارفين ان العجين بيحب ياخد حقه علشان يطلع معاكي مظبوط كده يا حبايبي. نبدأ بقى ابل ايدي ميه كمان واعجن كده. ولو انتي حابه ان هو يفضل في الطبق البلاستيك معاكي وتكملي عجينك فيه عادي، مش لازم يعني ان انتي تحطيه على الرخامه. بس انا حبيت اسهل لك الموضوع واوريك الطريقتين. ما شاء الله شايفين بتمط فيها عرق. بالايدي ميه. هنا بقى يا حبايبي بعد ما اتعجنت معايا تمام، شايفين ما شاء الله اهي مش بتتقطع كده. يبقى العجينه خدت حقها اهي زي ما انتم شايفين، مش بتقطع معايا بسهوله اهي. هبدأ بقى هنا الزيت هحط منه حبه كده صغيرين عشان ايه الم بهم العجينه.
وهعجن كده. كده بقى يا حبايبي بعد لما لميت العجينه وشربتها معايا الزيت اهي، شايفين ما شاء الله طرت خالص معايا. هبدأ دلوقتي بقى اجيب الطبق البلاستيك بتاعي اللي انا كنت عاجنه فيه، وهنزل فيه بنقطه زيت، نقطه بسيطه خالص، ادهن بيها ارضيه الطبق معايا كده. وابدأ هنا بسم الله اشيل العجينه بتاعتي ما شاء الله هنا كده زي ما انتم شايفين اهي. وبرضو بنفس الطريقة هدهنها زيت كده، طبعا علشان لما اغطيها بكيس نايلون او بستريتش لما تخمر معايا ما تلزقش فيه. طبعا الطبق كله هدهنه برضو عشان العجينة بتاعتي ما تلزقش فيه. هبدأ اغطي عليه دلوقتي بالستريتش كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين. غطيت عليه بالاسترتش، وهحط عليه كمان فوطه واحطه في مكان دافي لحد ما يخمر، وهوريهولكم يا حبايبي كل التفاصيل في تكمله الفيديو للاخر. هنا بقى يا حبايبي بعد ما خمرت معايا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك ما شاء الله. شايفين عملت فقاعات اهي، هي خمرت كده معايا اهي ما شاء الله تبارك الله. العجينه معايا عامله ازاي، انا بهبطها بس كده زي ما انتم شايفين اهي ما شاء الله. سيبها بقى هنا زي ما هي كده، وهبدا اقطع معايا حجم الرغيف اللي انا عايزاه. بس اول حاجه هنا نقطه زيت على الرخامه، طبعا الرخامه بتاعتي نضيفه لان انا عاجنه عليها. هدهن بقى الرخامه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، وهبدا هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. حجم الرغيف معايا بالحجم اللي انت عايزاه وسط ممكن تعمليه كده، او اصغر شويه يكون قد الليمونه وزايد عن الليمونه شويه. ونبدا نحط هنا كده معايا هنا لحد ما اقطع الكميه معايا كلها اللي انا عايزاها كده يا حبايبي بالشكل ده. طبعا برضو ببل ايدي زيت وانا بقطع لسهوله التقطيع بالشكل ده. شايفين يا حبايبي قطعت كميه. تعالى اقولك بقى لو انتي مش حابه تعملي بايدك، عندي هنا كوبايه دي فكره تقدري ان انتي اهي العجينه معاكي كده تاخدي بيها الحجم اللي انتي عايزاه بكل سهوله اهو كده معايا. وابدا بس ايه الفها بس كده بمنتهى السهوله. كوبايه اهو شايفين كده ما شاء الله بالشكل ده اهو. وهكذا كمية معايا اهي، يا دوبك بس ان انا ايه الفها بعضها كده بالشكل ده كده يا حبايبي. ولو عندك كوبايه اصغر ممكن برضو تعملي بيها. طبعا يا حبايبي دي الكميه معايا كلها ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. الكيلو عمل معايا 30 رغيف، ده من الحجم اللي انا عايزاه. لو انت عايزه تصغري ماشي تمام، ممكن تعملي الرغيف 30 جرام او 20 جرام على حسب ما انت عايزه او حابه. طبعا دلوقتي بقى انا غطيت عليه بالاسترتش زي ما انتم شايفين او اي كيس نايلون عندك. هبدأ دلوقتي هفرد معاكم. طبعا بقى يا حبايبي هنا المكان اللي انا هفرد فيه ده انا كده زيت، وهبدأ بقى ايدي لسه عليها الزيت ابطط بسم الله الرحمن الرحيم كده يا حبايبي. ان شاء الله العجينة معايا طرية
بتتفرد معايا زي ما انتم شايفين اهي، مش محتاجة كلام اهي ما شاء الله. وممكن لو انت مش حابة ان انت تبططي بايدك، معايا هنا البطاطة او النشابة المتوفر عندك علشان يبقى السمك واحد كده يا حبايبي، زي ما انتوا قدامكم كده اهي حبايبي السمك بتاعها كده. طبعا هو هيزيد في التخمير كمان. هبدأ بقى ألف كده واحدة واحدة، بسم الله كده، أبرم زي الرول كده كده زي ما انتم شايفين تمام قدامكم كده. هبدأ بقى أمسك العجينة ببعضها كده، وعندي هنا الطرف هقفله بالشكل ده من الجهتين، هيبقى معايا كده زي ما انتم شايفين. هرص بقى في الصاج عندي وهكذا لحد ما اخلص الكمية معايا كده، بسم الله. ولو انتي حابة ان انتي تحشيه ممكن تحطي الحشو في قلبه، بس طبعا انا بعمله سادة لان ولادي بيحبوا يحطوا الجبنة في وقتها فيه او اللانشون او مربى على حسب يعني ما هم حابين. وما شاء الله العجينة مش محتاجة ان انا افردها بحاجة كده يا حبايبي اهي، ببرم بس اهو واحدة واحدة كده واقفل كمان، بقفل من هنا ومن هنا بالشكل ده. طبعا لازم انا بحطه على الصاج عندي او الصينية اخلي فرق عشان هو بيزيد بين كل رغيف والتاني كده ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، الصلاة على النبي بزيادة تخلع عينين الحسادة. ايه رأيكم يا حبايب قلبي؟ ما شاء الله اللهم بارك. كده بعد ما خلصت كله خبيث، ودي كمان صينية معايا طبعا هسيبه يرتفع شوية وبغطيه بقماشة او بكيس متوفر عندك. طبعا انا عندي كيس كبير زي ما انتم شايفين، هغطي بيه كده وهسيبه يرتفع نص ساعة او ساعة كمان. كل ما بتسيبيه يرتفع العيش بيفتح معاكي وبيبقى معاكي احسن. طبعا هخبزه على درجة حرارة 180 فرن البوتاجاز. كده يا حبايبي بقى بعد ما ارتفع معايا، بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله شايفين الحجم. معايا هنا بقى بخاخة مية زي ما انتم شايفين كده، هبدأ ارش عليه مية كده 3-4 مرات عشان المية تديله طراوة كده زي ما انتم شايفين. هنا يا حبايب قلبي بقى طبعا حطيت الصاج في الفرن من تحت وفوق على الشبكة الصينية درجة حرارة 180. طبعا ما شغلتش الشوايه لحد ما العيش ياخد معايا لون من تحت، هبدأ اشغل من فوق عشان ياخد لون. ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله تبارك الله. شايفين ما شاء الله الحجم زاد معايا ازاي، اللهم بارك كده، حاجة ما شاء الله روعة تستاهل اللايك والدعم للقناة. طبعا بقى هو هنا دلوقتي احمر من فوق اهوت ومن تحت.
كده يا حبايبي بعد ما طلع من الفرن طبعا هبدأ ارشه بالمية عشان يطرى معايا كده زي ما انتم شايفين، عشان الوش ما يبقاش ناشف. اتمنى تجربوه ان شاء الله يعجبكم. هنا يا حبايبي كمان بقيت الكمية ما شاء الله، شايفين ما شاء الله تبارك الله، شايفين بسم الله ما شاء الله، طري وهش اهو. ان شاء الله تجربوه باذن الله يعجبكم. اسيبكم بخير واشوفكم على خير ان شاء الله.